كيف كانت نشأتك وبدايتك الأولى؟ ربنا يديك طولة العمر والصحة. نشأتي كانت نشأة طبيعية يعني، ولكن الأب الكريم والأم كانوا من أصل مراكشي، وبالذات مغاربة مدينة يعني. مغاربي، وبالذات مدينة مراكش في نواحي مراكش. علاش تلوم في بنادم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن بلة هو أحد زعماء حرب الاستقلال الجزائرية، فهو واحد من 6 قادة رئيسيين يذكرهم تاريخ الجزائر في الكفاح من أجل الاستقلال عن فرنسا. ولد أحمد بن بلة في 25 من ديسمبر من عام 1916 بمدينة مغنية في الجزائر، وبها تلقى تعليمه. كما كان بن بلة أول رئيس وزراء للبلاد، وأول رئيس منتخب للجمهورية الجزائرية بين عامي 1963 و 1965. وينتمي بن بلة لعائلة مزارعين أصلهم من المغرب، وبالضبط من نواحي مراكش. وكان والده مزارعاً ورجل أعمال صغيرة في مغنية في ولاية وهران، وهناك أنهى دراسته المبكرة بنجاح في المدرسة الفرنسية، وتابع تعليمه في مدينة تيلمسان المجاورة، حيث عايش لأول مرة التمييز العنصري، واختلط أيضاً بأطراف الحركة القومية. تم تجنيده في الجيش الفرنسي عام 1937، وخدم في الحرب العالمية الثانية، وحصل على وسام كروا ديغار عام 1940 والميدالية العسكرية عام 1944، ورقي إلى رتبة ضابط. لكنه بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية ضابطاً في الجيش الفرنسي، بدأ يضيق بالحكم الاستعماري لبلاده ويتمرد عليه، خاصة بعد أحداث 8 مايو من عام 1945، والتي قتل خلالها الكثير من الجزائريين بمدن سطيف وقالمة وخراطة شرقي البلاد على يد الجيش الفرنسي. ولدى عودته إلى مغنية، واستأنف بن بلة نشاطه القومي، رافضاً أن يتعرض للترهيب من مصادرة السلطات الفرنسية. وقد انتخب مستشاراً لبلدة مغنية في عام 1947، لكن بعد قيام الحاكم مارسيل إدموند بتزوير الانتخابات في عام 1948، فقد أي أمل في تحقيق الاستقلال بالطرق الديمقراطية، فغادر بلدة مغنية وانضم إلى الحركة السرية لمصالح الحاج. أسس بن بلة مع شركاء في حزب مصالح الحاج منظمة سبيسيال، المنظمة الخاصة، وهي منظمة شبه عسكرية تهدف إلى حمل السلاح في أسرع وقت ممكن. وفي أبريل من عام 1949 نظم غارة على مركز البريد الرئيسي في وهران لتمويل أنشطته الثورية، مما رفع أسهمه بين الشعب الجزائري. واعتقل في عام 1950 وسجن بالقرب من البليدة، لكنه تمكن من الهرب بعد 2 إلى العاصمة المصرية القاهرة. وفي نوفمبر من عام 1954 تواصل بن بلة والثوار الجزائريون في مصر، الذين التقوا سراً في سويسرا مع القادة الذين كانوا لا يزالون يعيشون في الجزائر، إلى قرارين رئيسيين. الأول هو إنشاء جبهة التحرير الوطني، والثاني هو إطلاق الانتفاضة المسلحة ضد المستعمرين الفرنسيين، والتي استمرت 8 سنوات. وقد لعب بن بلة دوراً سياسياً مهماً في قيادة جبهة التحرير الوطني، وفي الوقت نفسه قام بتنظيم شحن الأسلحة إلى الجزائر. وفي عام 1956 أفلت من محاولتين اغتيال، واحدة في القاهرة والأخرى في طرابلس بليبيا. وفي العام نفسه اعتقلته السلطات العسكرية الفرنسية أثناء عملية التفاوض على شروط السلام مع رئيس الوزراء
الفرنسي لي مولي. فقد اختطفت طائرة سلاح الجو الفرنسي الطائرة المغربية التي كانت تقله من الرباط إلى تونس في 22 من أكتوبر من عام 1956 مع 4 مرافقين آخرين، هم محمد بوضياف وحسين أيتحمد ورابح بيطاط ومصطفى الشرف. وهبطت الطائرة في مطار بالجزائر العاصمة، وقبض عليه مباشرة وأودع في السجن حتى انتهاء مفاوضات إيفيان بعد نحو 6 سنوات. وأدى سجنه خلال فترة بين عامين 1956 و 1962 إلى بقائه بعيداً عن أخطاء ارتكبتها جبهة التحرير. وعندما أطلق سراحه بعد توقيع اتفاقية إيفيان مع فرنسا في عام 1962 كانت سمعته نقية. تم انتخابه بدون معارضة وبأغلبية ساحقة لرئاسة الجمهورية الجزائرية عام 1963. وقد جمع بن بلة بين منصبي رئاسة الدولة والحكومة بعد انتخابه. لقد أسعد أسلوب بن بلة في الحكم للشعب الجزائري، لكن شعبيته لم تحل دون الإطاحة به في انقلاب عسكري في 19 من يونيو من عام 1965 على يد وزير دفاعه هواري بومديان الذي حل محله. وبعد ذلك خضع بن بلة للإقامة الجبرية حتى عام 1980 عندما أفرج عنه الرئيس الجزائري آنذاك شادلي بن جديد، ثم ذهب إلى المنفى في فرنسا حتى عودته إلى الجزائر عام 1990.